هاي يوتيوب. This is my first video على البلاتفورم بتاعت يوتيوب، وانا موجودة على بلاتفورمز تانية زي تيك توك زي انستجرام زي فيسبوك، ولكن this is my first على منصة اليوتيوب. اعرفكم بنفسي، انا ندى جرومر حيوانات اليفة، بعتني بالحيوانات الاليفة من زمان جدا، وتخصصت في مهنة الجرومينج من 2020. برحب بيكم في عيلتي، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتي، واتمنى تشجيعكم ليا في الكومنتات. كمان هحط اللينكس بتاعتي في الديسكريبشن بوكس علشان لو حد عايز يتابعني على اي بلاتفورم تانية، علشان في حاجات بنزل عليها صور وفيديوز اكتر بشوية. النهارده هكلمكم على ازاي ابتديت حياتي كبروفيشنال جرومر. يلا بينا. منه تلت صباحا يعني بعد يوم طويل، وخلاص هي الوحي انزل عليا ان انا خلاص هعمل الفيديو ده، خلاص انتهى الموضوع. كله عارف المقدمة دي، بس مش كله يعرف الوجه وراء المقدمة دي. فيلا بينا اقول لكم على اللي معاه موبايلات الميموري بتاعها مش كبير، عارف ان كل فترة لازم نخش على الميموريز علشان نمسح بعضها، علشان نقدر ان احنا نسترجع ستورج اكبر وهكذا. فده كان شات يعني انا عامله له سكرين شوت عشان افتكره، وكويس اني افتكرته عشان اقدر اعمل الفيديو ده ويجي لي انسبيريشن. طبعا كلنا عارفين حيواناتنا الاليفه لما بتكون سنها كبير بتكون قد ايه هي عزيزه علينا على الوقت اللي قضيته معانا، وقد ايه احنا بنخاف عليهم. وده امور انا دايما بشوفها مع الكلاينتس بتوعي اللي عندهم حيوانات، سواء حتى سنهم صغير او كبير، بس خصوصا اللي هم السينيور. فانا كان عندي قطه اسمها لوزي. لوزي يعتبر هي مش اول قطه في حياتي، بس اول قطه قعدت معايا طول السنين دي، في الحلو والوحش والمر والعسل وكل حاجه. فالمهم انا اصلا من وانا صغيره وانا بشتغل مع دكاتره بيطريين كفولنتير في جمعيه رفق بالحيوان، كفولنتير برضو متطوعه. كنت دايما في حاجات كتير فاهماها، في حاجات كتير عارفاها، كنت اسيستنت شاطره جدا مع صغر سني. ففي حاجات كتير كنت عارفاها، ولكن كان مازال في حاجات كتير انا مش اوير بيها. المهم فانا قطتي وقتها كنت لقيت قط تاني كمان برضو مات. يعني هما الاتنين ماتوا، يعني احنا بنتكلم على حياة قديمة جدا. فكنت لقيت قط تاني، او بابايا الله يرحمه كان لقاه، فطلعته مع قطتي وقعدوا مع بعض كتير. ولكن ابتدت الفليز او الحشرات او مستعمرات الحشرات تبتدي، فما كنتش عارفه اعمل ايه. فكان في ابلكيشن وقتها بيتيح للدكاتره ان هم يعملوا زيارات منزليه على حسب الخدمه اللي انتوا عايزينها. وقتها بتكلم في 2017 انا دخلت على الابلكيشن وطلبت ان انا عايزه اعمل، اخترت من سيرفيسز يعني ان انا عايزه اعمل شاور لقطتين وقص اظافر في المنزل. وهو اصلا كان اونلاين بوكينج، يعني انه عشان الفت او وات ايفر، يعني مقدم الخدمه او السيرفيس يجي البيت. ففعلا عملت كده، وفعلا جالي الدكتور عن طريقهم، هم اللي بيختاروا لي الدكتور حسب اللوكيشن. عمل لي شاور للوزي وكان اسمه اسكندر، القطتين وقصلهم ضوافرهم واولويز جود، والسعر كان افوردبل. وساعتها الدكتور قال لي طب ما تجيلي العياده، طب ده كارتي، طب كذا، الكلام اللي ايه المتعارف عليه، اللي هو عشان المقدم الخدمه يستفيد استفاده اكبر بره عن الابلكيشن والبرسنتج وكده. فايه يلا نعمل كده. وبالفعل اخدت الرقم وبالفعل رحت، ومن هنا كانت بدايه قصتي. وقتها رحت علشان خلاص انا عجبتني الخدمه عندي في البيت، فانا هروح بقى وفت بقى وحد عظيم وهكذا. يعني العياده كانت اقل من المتوسط، كانت فيري بيزك يعني and simple. فطلبت من الدكتور، قلت له طيب انا عايزه اعمل ميديكال شاور، واوريدي كنت حاجزه يعني في التليفون، او كنت مكلماه قايله له ان انا جايه، وحضرتك اللي كنت جيت لي في البيت تبع ابلكيشن كذا، فانا هاجي لحضرتك بقطه. مش فاكره التفاصيل لان احنا بنتكلم في 2017 يا جماعه، مش عايزين ننسى الموضوع ده. المهم اخدها مني. طبعا احنا مش بنتكلم بقى على باتب وحاجات كده بروفيشنال، احنا بنتكلم على ان الكلينيك بيزك جدا. فبيحميها في بانيو عادي زي ما اكنه في بيتنا بالظبط، في بانيو كده. المهم يعدي وقت، التاني التالت، وقت مش قليل، وهو بينشف القطة ما بتفوقش، لوزي ما بتفوقش، بنتي وحب حياتي ما بتفوقش. القطة ابتدت
تعمل اسهال ودياريه على نفسها وترجع. ساب تنشيفها على جنب واخد حالات تانية ودخلني الاوضه اللي في الوش اللي هي مفترض ان هي بتاعت عمليات او بوردنج او كده. انا مش فاكره بصراحه، انا مش فاكره. انا فاكره بس اللي دماغي عايزه تفتكره، يعني اللي هو ان انا قطتي معايا نص ناشفه مبلوله شويه، بتعمل اسهال على نفسها وبترجع وما بتفوقش. ايه اللي حصل؟ ده شاور يعني. بالصدفه شفت استخدم ايه عشان يحميها. استخدم لايسيد، شامبو او لوشن يعني لا يخص الحيوانات الأليفة بشيء. انا عماله ابص بعيد وابص فوق وكده، بس انا ايه، استرجعني الموقف قوي يعني، تذكرته جامد بصراحه. لايسيد يعني. طب انا لو ما كنتش موديها الفيت مثلا، ف انا بتكلم بجد على الميموري بتاعتي يعني. قعدت اعيط واصوت، طلعت ما كانش في شبكه يعني، فطلعت عند الشباك كلمت اخويا الحقني لوزي بتموت، لوزي بتموت. طب ايه اللي حصل؟ كان بيديها شاور وما بتفوقش. ده اللي انا بجد، ده اللي انا عملته. وعيطت وصويت وبزعق له في التليفون وبتشنج، لوزي تعالى الحقني تعالى. انا لوحدي بقى. جالي فكانت خلاص بتنتهي، لوزي بتنتهي يعني، عشرة عمري بتنتهي. فاحمد اخويا قال له يا دكتور يا دكتور، اللي بيبقى مهبط كده بتدوله ايه؟ هو بقى مش عارف يعني، اللي مهبط كده اللي عنده اللي ما عندوش وعي وكده بتدوله ايه؟ اكنه حد ضغطه واطي او عنده هبوط. قال له اه صح، محاليل، هديلها محاليل. انت مستني اخويا يقول لك كده؟ انت مش المفروض تنقذها؟ مش انت اللي عملت كده؟ ايه ده؟ بالفعل اداها محاليل وفاقت، ومشينا وهي فايقه بس تعبانه. مش ده المفترض يحصل لما حيوان اليف ياخد شاور عشان اضيع منه الحشرات؟ مش ده الطبيعي ان انا عشان اكير فور ماي بات انه يحصل له كده؟ ده مش طبيعي خالص. and he charged me. فوق كل ده هو دفعني فلوس. 2017 مش ده كان كمان المفروض الرقم اللي انا ادفعه في حاجه زي كده؟ حاجه unprofessional، حاجه بيزك، حاجه همدت قطتي وتعبتها. ومن ساعتها او في ساعتها اللي اقصده اخدت محاليل وحقن بسبب شامبو بتاع بني ادمين، مش بتاع بيطري خالص، سبب لها تسمم. مش ده خالص يعني. انا بقى قلت خلاص، وفعلا اخدت السكه دي من 2017 وانا بتعلم جرومينج. من 2017 وانا بشوف المعدات المظبوطه اللي المفروض تستخدم للحيوانات الاليفه. من 2017 وانا باخد كورسز اونلاين اوفلاين، بره مصر جوه مصر، لا مش جوه مصر عشان ما كانش فيه الصراحه، في كل حته، علشان بس اتعلم الخدمات المناسبه للاليف اللي مش من ضمنها خالص ان البيطري هو اللي يقوم بيها. قلت ما بديهاش، وفعلا اخدت القطر ومشيت ووصلت اللي انا فيه ده دلوقتي، بمساعدة اصدقاء، بمساعدة ناس شاركتني في الاول، بمساعدة اهلي، بمساعدة جيران، كل الناس. عشان لولا ان ناس كتير جدا وثقت فيا وبدأت معايا الطريق وسلمت لي حيواناتها الأليفة، انا ما كنتش بقيت في مكاني ده. واخيرا ندي العيش لخبازه يا جماعه، عشان بيجيلي شكاوي كتير الفتره اللي فاتت من عيادات، من بيت شوبس هواه، من حاجات كده. هندي العيش لخبازه، وصدقوني لما بندي العيش لخبازه احنا بنتقي ربنا في ألفنا اللي هنسأل عليه. وبقولها للمره التانية لان الموضوع مش سهل خالص. اقتنينا أليف يبقى نبقى قد المسؤوليه، وندي العيش لخبازه تاني. اشوفكم في فيديوز تانية. باي.